اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، السلام عليكم ورحمة الله. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد بقى وفيديو جديد. فيديو كده النهارده كله كده رغاوي وطاقة ايجابية والحاجات دي اللي بتخلينا ايه نفسيتنا ترتاح. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ونوحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله. وتنسونيش كده بدعوة حلوة، يا رب كده يصلح لي حالي واحوالي ولكم بالمثل امين. النهارده بقى هنشوف الفيديو. طبعا قبل ما ابتدي برضو برحب بحبايب قلبي متابعيني اللي بيسالوا عليا دايما. حبايبي ربنا يخليكم يا رب ما يحرمنيش منكم. وطبعا الناس الجديده اللي انضمت في القناه اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني وكترتوا عيلتي. ولو انت اول مره تشوفي القناه ما تنسيش كده تاخدي لفه حلوه في القناه، ان شاء الله هتلاقي فيها حاجات كتيره تعجبك. ولو عجبتك القناه ما تنسيش تشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات. هنبدا الفيديو بقى كده اللي عدى كده منه شويه رغي. كده كنت جايبه شويه طلبات للبيت اللي هي المسحوق يعني. الاوكسي ده طبعا انا ما بستغناش عنه، تحفه بصراحه. وبعدين هو يعتبر احسن نوع دلوقتي من الانواع اللي هي مش مقاطعه. ريحه ونظافه وكل حاجه، وسعره برضو لسه مازال كويس شويه على الرغم انه زاد عن الاول برضو، بس يعني هو الحمد لله. وطبعا استبدلنا الصابون الفيبا اللي كان غالي، بقينا نجيب السايب شويه اهو، اي حاجه توفر معانا في المعيشه. بنحاول ان احنا ايه نتأقلم يعني مع الحياة وظروف الحياة اللي بتجد علينا. وربنا يا رب يصلح الحال والاحوال ويصلح حال البلاد يا رب، اللهم امين. وندعي كده لاخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي كل الدول يا رب، اللي ولبنان، ان ربنا ينصرهم يا رب ويفك كربهم امين يا رب العالمين. كده بقى ايه، اول حاجه فضيت المسحوق زي ما انتوا شفتوا كده والصابون السائل. وقلت بقى ايه ابتدي كان في شويه مواعين كده في الحوض مكان الفطار. قبل ما ابتدي طبعا انا هبتدي النهارده هعمل تنظيف في المطبخ، تنظيف عميق كده، وهنزل الظرف وهنزل البتاع. بقالي كتير بصراحه ما كنتش عامله فيهم حاجه، فحسيت ان الدنيا كده اتبهدلت قوي. قلت لا ما ينفعش كده اللي احنا فيه ده، لازم ايدينا كده تبقى في الحاجه اول باول. ما ينفعش ان انا افضل اقول لكم ايدينا في الحاجه اول باول وانا اللي سايبه الحاجه كده. بس طبعا والله غصب عن الواحد بيبقى في حاجات كده جدت في حياته، يعني ظروف فبتخليه ان هو ايه يتاخر على تنظيف البيت. مش عارفانه ولا حاجه. بس هنا بقى قلت اغسلهم كده في السريع كده عشان خاطر الحوض يبقى فاضي. لو في اي حاجه بقى تطلع من الظرف اي حاجه عايزه تتغسل يبقى الحوض فاضي على طول، ايه اغسله مش هتبقى كلها ايه مواعين على قلب بعضيها. فغسلتهم كده وهفضي الحوض عشان خاطر ايه نشتغل ايه شغل نضيف زي ما بنقول. ما خدوش وقت اصلا وغسلناهم تمام. لو انت بقى لسه معايا لغايه دلوقتي ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، وتنسوش اللايك بالله عليكم. اللايك 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 ده يعني مش عارفه الفيديو ممكن يكون جاي مشاهدات وتلاقيه محطوط عليه 10 لايكات 9 لايكات. ايه يا جماعه؟ طب اللي فتح وتكرم وشاف يعني حطوا لايك، ايه المشكله يعني؟ عشان انتوا عارفين ان اللايك ده والله هو اهم حاجه في الفيديو، يعني اهم من اي حاجه. اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو عشان ناس كتير تشوفه يعني. فبالله عليكم ما تبخلوش عليا بيه. يمكن ده هو ده دعمكم ليا ان انتم تحطوا لي لايك على الفيديوهات فضلا يعني طبعا وليس امرا. هنا بقى خلاص خلصت اهو
الحوض من المواعين وغسلته. لازم قبل ما احط الازاز اغسلها، لازم اكون غاسله الحوض ومنضفه الدنيا، عشان طبعا لو في اي زفاره اي بتاع، دي الازاز اللي هنشرب فيها الميه بغسلها بقى كده كويس حلو قوي. والبوزه بتاعتها دي اهم حاجه. احنا بنستخدم الازاز ازايز الميه اللي بتفضل بنستخدمها يعني. لو في امكانيه نجيب ازاز جديد من التانية بتاعه الميه بجيب. بس طبعا معظم الازاز اللي انا جبتها بتاعه الميه اصلا دي الاصليه بتتكسر، معرفش ليه يعني. ما بيعيش معايا غير الازاز اللي هي بتاعه الميه المعدنيه، الحاجه الساقعه هي دي اللي بتعيش. لكن والله الازايز التانية دي معرفش ايه اللي بيجرى لها، لا الغطا يتكسر لا هي تتخرم، مش عارفه ايه مشكلتها معاه. بس فدي شغاله، هنشرب ميه وخلاص عشان نتصور جنبها يعني. وربنا يوسع علينا وعلى الجميع يا رب، ونجيب كل حاجه نفسنا فيها بامر الله. بس ادام في حاجه بتمشي الحال وتمشي الدنيا، ليه لا؟ مش يعني نقول لا ما كانش الميه من الازاز التانية اللي هي بتاعت الميه اللي شكلها حلو دي مش هنشرب، لا هنشرب غصب عننا. مجرد ما هتعطشي هتشربي، حتى لو هتجيبي قله هتشربي منها. ولو اني والله ميه القله دي احسن من ميه الازاز والتلاجة 100,000 مره. بس هي فين القله؟ يلا الزمن الجميل ده راح بكل حاجة فيه. كل حاجة حلوة فيه عدت يعني، كل حاجة فيه حلوة ولت مش لاقينا. كان زمان تلاقي القلل دي والراجل يمشي في الشارع كده ويبيع القلل والطبل. مش عارفة الجيل بتاعي ده اللي هو يبقى فاكر يعني، تلاقيه ماشي كده بيبيع الطبلة ويبيع القلة والزير. كل ده كان مع بعضه كده. ولو عايزه بقى تجيبي حاجه ومعكيش فلوس، مش عارفه كنا بنديله ساعتها بقى بنطلون جينز قديم، شبشب بلاستيك قديم، عارفين الحاجات الحلوه دي. وتاخدي القله ولا تاخدي الطبله وتطبلي طول النهار وتوشي دماغ اللي حواليك. بس والله والله فعلا كانت ايام جميله، والحمد لله احنا عشنا طفوله احلى من ولادنا دلوقتي يعني. يعني ولادنا دلوقتي يعتبروا مساكين يعني، لا جري ولا لعب ولا بتاع، هم بس ماسكين الموبايلات في ايديهم ليل ونهار ومحبوسين في البيت قدام الشاشات. لكن احنا الحمد لله انطلقنا يعني، ولا كان في موبايل ولا كان في حاجه. كان اللي عنده التليفون العادي ده اللي هو القديم ده كان يا سلام، كان باشا يعني. كان واحد بيبقى عنده التليفون ده في الشارع كله، وتلاقي الشارع كله بقى ايه واخد النمره ومديه لقرايبه واللي مسافر واللي مش عارفه ايه. اتصل بيا، يفضل بقى ينادي عليهم يا فلان تعالى عندك تليفون يا فلان. وكان الواحد بيبقى فرحان قوي انه رايح يرد على التليفون. ايام جميله والله، وحياه كانت حلوه والناس كانت كويسه. كان دلوقتي ما فيش الخير اللي احنا شايفينه ده بتاع زمان. بس هنا بقى ايه، جبت المسحوق. غسلت طبعا، ما عنديش بتاع المسحوق، فعندي الجردل الصغير ده يا جماعه. ده كل ده بيت ماما مش بيتي يعني. كان الحمد لله عندي كل حاجه. لو ترجعوا في الفيديوهات القديمه يعني، كان عندي كل حاجه في البيت. ارجعوا كده بصوا على الفيديوهات القديمه، كان فيها روتينات حلوه هتعجبكم ان شاء الله. بس الحمد لله على كل حال. هنا بقى الجردل ده بقى بغسله كده وبخليه زي الفل، وبروح مفضيه بقى فيه ايه المسحوق. بدل ما احطه خليه في الكيس ويفضل يتدلدق مني، لا هو في الجردل برضو مقفول. هي مش هتفرق يعني، هي من علبة المسحوق من الجردل ده، هي الاتنين يأدوا نفس الغرض يعني. بس هفضيه كده املاه، عشان ده بيسهل عليا ان انا اخد بالمعيار بتاع المسحوق واحط في الغسالة. كل الطرق بتؤدي الى روما زي ما بيقولوا يعني. ده او العلبة بتاعت المسحوق، هي بس علبة المسحوق شكل يعني ديكوري مش اكتر يعني، لكن هي نفس الفكرة. ما نوقفش الدنيا ونقول لا لازم نجيب دي ولازم ما نجيبش دي، لا كل حاجه هي بتمشي الحال وتمشي. فضيت كده الكيس اهو خلاص. بننضفه بس كده لو في اي حاجه وقعت على الجناب ولا حاجه من المسحوق كده. كان في شويه مسحوق وقعوا كده في الجنب. انا ما بحبش اي حاجه تبقى ملحوسه كده، فبمسحه فوط المطبخ كده. كله كده تمام. احنا بقى هنعمل تنظيف عميق، فلازم كل حاجه تبقى نظيفه وزي الفل اهو. هيقول لا الجردل، لا مش هيقول، اهو اتحط فيه المسحوق واتقفل وزي الفل اهو. شفتوا اهو، نفس فكره العلبه يعني، محدش بقى يجي يتفزلك. هي ايه ماله، زي الفل اهي. برضو هنعمل بتاع فيبا اهو. بعد ما خلص هنحط فيه المسحوق السائل، قصدي الصابون السائل. ايه المشكله برضو اهو، يمشي الحال. مش المهم الشكل، والمهم الحاجه ونظافتها. مش مشكله بقى انت جايبه علبه شكلها ايه. ما في ناس بتبقى جايبه كل حاجه والله بتبقى حاجاتهم من يعني سبحان الله، لا بينضفوا ولا بيعملوا، بس بيشتروا في الحاجات ويخلوها، ولا في نظافه ولا في بتاع تعرفي حتى تبص لها. لكن احنا اهو الحمد لله حاجات بسيطه ومنضفينها ومخلينها زي الفل، وماشيين عيشتنا وراضيين بيها يا رب. الحمد لله رب العالمين. وربنا يا رب يكرمنا
للاحسن بامر الله. فضي بقى هنا المسحوق. هنا ده الجيركن ده كان معمول عليه عرض، كانوا الاتنين الاربعة كيلو يعني، كل جيركن 2 كيلو كانوا عاملين عليه عرض، مش عارفه كان بكام يعني ساعتها، بس كان سعره حلو قوي، فانا رحت جايباهم. بس بعد كده طبعا هو بره غالي يعني، انا كنت في سوبر ماركت كده وكانوا عاملين عليه عرض فجبته، لكن بره بقى بصراحه غلوه قوي. فالواحد في عرض اي حاجه تتوفر، فقلت مش مشكله بقى المسحوق نجيب ايه السائل ده، هو كله ماشي يعني، او كله بيغسل المواعين وكله بيرغي. هو بس فيه بقى بيبقى تقيل شويه وبصراحه ما بيبهدلش الايدين يعني، ما بينشفش ايدك بعد ما تغسلي المواعين. بس هو مش مشكله، نحط حته كريم بعد التاني وخلاص. بس كده فضيته. وغسلت برضو الجيركن كده من بره، عشان مكان الصابون لو قعد بينشف عليه بيبقى شكله وحش. اهم حاجه ايه، مش مشكله امكانياتك ايه، مهم نظافتك. ده شعارنا. مش مشكله ايه الامكانيات اللي عندك، علبه ايه ولا جيركن ايه، مهم نظافتنا. ده اهم حاجه في الدنيا. او بقى شويه بتاع كده ملحوسين في الكيس، لا مش هنرميهم طبعا، احنا في عرض اي حاجه دلوقتي هينفعوا اهو. بصوا هحط فيهم شويه ميه كده ونمصمص الكيس، احنا ما بنرميش اي حاجه. حتى الكيس اهو بص، مش بخل والله، بس هو الدنيا اللي زنقت علينا اهو. شويه رغاوي كده حلوين اهو نزلوا، وبعدين هنتحاسب عليهم يعني. هو في شويه صابون هنرميه ليه اهو، وبقيه الصابون بقى طبعا العلبه ما خدتش الصابون كله، فاهو. افضي بقى الكيس هنا في العلبه اللي انا هغسل بيها، وهنرغي احلى رغوه صابون. بصوا عامله ازاي اهو. نجهز بقى نفسنا كده عشان خاطر ايه، هندخل على المعمعة زي ما بيقولوا. هنخش بقى على ايه، الذرة في المطبخ كده نجيبها عليها وطيها ونغسل ونصبن ونلمع وكل حاجة زي الفل، ونرجعها تاني مكان. اهو بصوا بقى الضرفة تحت اهي، يعني عايزة اقول لكم سويقة سويقة على بعضيها. اللي بيجيب حاجة ما بيحطهاش تاني مكانها، بيرمي وخلاص، فالشكل والمنظر مش اللي هو. عايزه اقول لكم الحاجات البلاستيك دي بحس انها بتعمل لي كركبه بطريقه مش قادره اقول لكم ازاي يعني. البلاستيكات ده على الرغم انها بتنفع في البيت وبتنجز معاكي علب والحاجات دي، بتشيلي فيها حاجات وتخزني فيها حاجات، بس في الذره في المطبخ بتكركب اهو. ننزل بقى كل اللي في المطبخ ده، ننزل كل الحاجات دي عشان خاطر ايه، نصبن ونلمع ونظبط الدنيا. انا بحب بصراحه تنظيف المطبخ، بس فعلا كان عندي ظروف منعتني شويه كده ان انا ايه اقدر اخش اعمل حاجات كتيره يعني. يا دوب كنت انت عارفين الشغل طبعا والدراسه بدات، فالدنيا الوقت بصراحه يعني الله يكون في عوننا. وخصوصا انا عندي بنتي في سنه رابعه، المنهج بجد صعب صعب قوي، وغير السنه دي كمان كل شويه تقييم، كل شويه امتحان، كل شويه مش عارفه في ايه ايه الضغط ده. ده احنا في سنه رابعه يا جدعان، مش في ثانويه عامه. ده انا لما كنت في ثانويه عامه ما كانش فيه كده برضو. انا مش عارفه ايه كميه الضغط وكميه الامتحانات، ولا بقى كل كوم وكميه أو الورق اللي بيتبع ده كل يوم ده كوم تاني يعني. ده انا مش فاهمه في ايه. ايه احنا إيه؟ طب احنا دفعنا حق الكتب ليه، ما انت كل يوم هتخلينا نطبع ورق مش اقل من 30 جنيه؟ ليه يا جماعه كده، ليه بتعملوا فينا كده؟ وفي الاخر العيل هيطلع ايه يعني، ده هيطلع يقعد جنبنا في البيت. هو في شغل؟ كان اللي قبليه اشتغل. ليه كده بس يسروها علينا طيب؟ لكن ما فيش لا مدرسين رحمين ولا مدارس رحمه. كل اللي بيحب يدوس على التاني ويفرم اخوه يلا نفرم مش مشكله. ما بيبصوش بقى انت عندك كام عيل في البيت، ما بيشوفوش الدنيا مصاريفها عامله ازاي، لا. يعني انا مش عارفه، ولا المدرسين واللي هم بيعملوه. هو المدرس ده مش اب برضو، والمدرسه دي مش ام برضو، وعندهم نفس الالتزامات ونفس العيال ونفس البتاع. ليه ما بيحسوش بينا؟ ليه ما بيحسوش ان ولي الامر ده لا حول بيه ولا قوه يعني؟ هو هياكل ولا هيجيب دروس ولا؟ بعدين ده ما بيبقاش في عيل واحد، لو في عيلين ولا في 3 عيال، هيدي مين ولا هيدي مين؟ ارحمونا يا جماعه، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مش كده؟ كل واحد يحس باخيه، مش كل واحد جاي هيموت في اخوه عشان خاطر الفلوس. في ايه؟ ما احنا لو كل واحد كان قلبه على اخوه، الدنيا مش هتوصل للي احنا فيه ده. لكن كله عايز ياخد اكتر يعني، كل اللي يلحق بقى يعني. عارفين انتوا نظام ايه، اللي يلحق اكبر مكسب من التاني ياخده. مش كده الدنيا يعني، الدنيا رحمة شوية عن اللي احنا فيه ده. مش كله كده
يعني انا ما اعرفش، انا ناشد مين يعني السيد وزير التعليم انه يسهل علينا شويه. سنه رابعه بصراحه بقت صعبه جدا عن كمان السنين اللي فاتت، عن ما اول النظام نزل. يا جماعه مش كده، دول اطفال لسه، اطفال، كله ضغط ضغط ضغط، وذاكر وذاكر. احنا ما بنلحقش بجد، ما بنلحقش. حتى ما فيش وقت الولد دي ولا البنت تراجع. ايه لازمتها المذاكره، وايه لازمته التعليم؟ ما كانش العيل هيبقى فاهم ايه لازمته يعني. ادونا فرصه نفهم العيال. خفوا شويه في المناهج، خفوا شويه في اللي انتوا بتدوه ده، حشو 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 ومواد كتيره. ايه يعني؟ ايه المواد؟ في مواد اصلا انا شايفه انا ملهاش لازمه، هنعمل بيها ايه يعني؟ معرفش يعني. احنا على ايامنا كان التعليم ابسط من كده، وما كانش فيه التكنولوجيا اللي احنا فيها دي، وتعلمنا والحمد لله. الجيل بتاعنا الناس كلها طلعت دكاتره ومعلمين ومفكرين وعلماء. ما كانش فيه اللي انتوا عاملينه ده. لكن دلوقتي العيل مش فاهم حاجه فعلا. العيل من كتر الضغط عليه، واكتب اكتب اكتب، في اطفال مش عارفه تقرا اساسا، مش عارفه تقرا ولا تكتب، من كتر ما انت ما ضغط عليا اكتب اكتب، ولا المدرس يكتب على السبوره كلام قد كده. وطالب من العيل في تانية ابتدائي ابني ما بيلحقش يكتب اللي على السبوره اللي المدرس كاتبه، عشان خاطر كاتب حاجات كتير قوي، ووقت الحصه خلاص، ما وهو ايده برضو صغيره يا عيني، ما بيلحقش ينقل كل اللي على السبوره. هي يضطر راجع في البيت يكمل الكراريس. وبعد كده نبتدي بقى اذا كان عندنا وقت، اذا كان هو اصلا قادر بعد كده يذاكر او يعمل حاجه. خلاص ما بيستوعبش مني حاجه، خلاص ان هو بيبقى قفل. خصوصا المدارس اللي هي اليوم الكامل دي، العيال دول يا عيني مظلومين، طول النهار مقضينه في المدرسه، وما بيجوا خلاص ما فيش وقت. هيعمل ايه؟ اذا كان في درس بقى يروحوا، واذا كان في مذاكره يعمل، ما فيش وقت عندهم. حياتهم خلاص وقفت على كده. ما تنسوش ان هم اطفال يا جماعه، ما تنسوش ان هم اطفال لسه الضغط النفسي والضغط العصبي اللي انتوا عاملينه عليهم وعلى اهاليهم ده لسه بدري. الضغط ده كنا بنشوفه زمان في الثانويه العامه، يقول لك يا ده البيت ده فيه عيل في ثانويه عامه، فبس كده. لكن دلوقتي من اول رابعه ابتدائي، ليه يعني؟ ليه هو كل حد يجي يمسك الدنيا جديد عايز يحط نظام؟ ما تحس باللي قدامك يا اخي. عامة يعني هما كلمتين كانوا حارقيني بصراحة، من كتر الضغط اللي الواحد فيه ومن كتر ضغط العيال. حرام يعني، حرام بصراحة كتير قوي عليهم. حتى لما بيجيبوا درجات يعني يا دوب بيبقوا ناجحين، والدرجة اقول لهم لا كتر خير، مش عايزة اقول لهم كتر خيركم، بس انا بيني وبين نفسي اقول لهم ايه يعني، خلاص ماشي المرة الجاية نعوضها، عشان شايفة ان هما مضغوطين فعلا. ربنا يصلح حالهم ويصلح حال اولادنا جميعا يا رب، ويصلح حالنا وحال بلادنا، ويولي من يصلح. ربنا يولي من يصلح يا رب. هنا بقى ايه، ابتديت بقى في الضرفه بتاعت نرجع للروتين بتاعنا بعد ما الواحد بصراحه، الواحد اصلي خلاص مخنوق، اتخانق على الاخر يعني من كتر اللي بيحصل فينا. فالواحد خلاص مش قادر يعني. نرجع بقى تاني للمطبخ بتاعنا والروتين بتاعنا. اهو خلصنا كده ايه الظرف بتاعت الخزين. ابتديت بقى ايه ارصصها تاني كده. طبعا كان في كميه تراب في الظرف مش طبيعيه، ما اعرفش بتيجي منين الحاجات دي، بس عشان انا بقالي كتير طبعا ما ايدي مش في المطبخ. فطبعا شايفين اجيب طبعا اي كيس اي حاجه اروح رامياها في قلب الضرفه. اقول بكره هبقى او افضيها وارتبها. مفيش مره على مره تلاقوا الدنيا ايه قلبت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنفضي كل الحاجات دي برضو وايه ونغسلها، ونغسل المطبخ من جوه. اهم حاجه بقى، احسن حاجه يعني، مش اهم حاجه، احسن حاجه ايه المطبخ الالموتان ده. يعني هو الخشب شكله بيبقى حلو وشيك وكل حاجه، بس بحس انه مش عملي يعني بصراحه. الالموتان او اللي هو الاكريليك ده بيبقى سهل معاكي، بيسهل عليكي كمان التنظيف يعني. حتى لو غسلتيه من جوه بتاع ما بيتاثرش بالميه. غير الخشب لو حطيتي عليه ميه من جوه ولا صابون ولا اي مسحيق، بتلاقيه بعد فتره كده من كتر ما انت تستخدميه بيقهبب كده وبيقشر، ما بيبقاش حلو، ما بيستحملش اصلا. لكن احسن حاجه بصراحه الالموتان ده او الاكريليك اللي هو طالع، بيتغسلوا ويجوا عليهم ميه وعادي يعني، ما بيجرى لهمش حاجه الحمد لله، بسم الله ما شاء الله يعني. هنا خلاص غسلتها برضو الضرفه، ونرجع بقى. انا عايزه بقى ربنا يكرم كده واجيب مفارش، اغير المفارش دي عشان خلاص اتبهدلت. فربنا يسهل كده ونجيب رول من المفارش دي ونفرشها. عشان خاطر دي خلاص كده ايه عمرها الافتراضي انتهى. بس هي شغاله برضو يعني، انا غسلتها وبقت زي الفل وفرشتها تاني. انا قلت لكم كذا مره مش هقول تاني، اهم حاجه نظافتك واهم حاجه نظامك في بيتك. مش مشكله الحاجه اللي محطوطه، الحاجه اللي محطوطه هي بتقضي الغرض. ادي الضرفتين بقى، هو المطبخ من جوه نضيف
خلاص كده الجزء ده من الفيديو خلص. استنوا بقى الجزء التاني وانا بنكمل بقية المطبخ. انا ما حبيتش اطول عليكم. فالجزء التاني ان شاء الله هنزله لكم بعد الجزء ده. بقى هنصبن الحيطان مع بعض والبوتاجاز وبقية المطبخ. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله. متنسوش بقى اللايك والشير وتشتركوا معايا في القناة.